مرحبا حبايبي، كيفكم؟ اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وصحه وعافيه يا رب. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم فينومين بيوتي. مرحبا بالناس الجديده والناس القديمه. البيت بيتكم حبايبي، كيفكم مع اجواء رمضان؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. المهم حبايبي، حبيت اشارك معاكم واحد الشغله. بيتزولا نتاع الدجاج، يعني افخاذ الدجاج بطريقه سهله. زي ما بتشوفون عندي الساعه 6، احنا 7:30 بنفطر. المره الجايه راح اتبل معاكم الدجاج، افخاذ الدجاج بطريقه بيجي كتير طيب وكتير زاكي. طبعا هون عندي الصينيه، سويت الورق بتاع الورق بتاع الفرن. هسه راح انزل الدجاج، وزي ما بتشوفون حبايبي طبعا انا راني تبلتها الساعة تنتين لما جيت من المدرسة، يعني لما جبت ابني. بخلي الشغلات اللي راح تستوي اخر شيء عاد بحضرها. طبعا حطيته في الثلاجة زي ما حكيت. المرة الجاية حسوي لكم بس تتبيلة بتاع البيتزولا. طبعا راح اغطيه كمان بالورق المطبخ وراح ادخله للفرن. بالنسبه لورق المطبخ كنكرمشو او ببللو بالمي وبحطه على هذا الشكل. ما بضيف لا مي ولا اي شيء. اخر شيء في العشر دقائق الاخيره اخليه يتحمص او يتحمر بس من فوق. وهون حبايبي خلاص دخلته للفرن واخليه لغايه ما يستوي. في الوقت اللي الدجاج عندي في الفرن طبعا تنكون محضره كل شيء على الغاز، الشوربه، وراح اسوي بطاطا بيوري سلقتها، يعني بس اجهزها. عندي البرغل، سويت السلطه. عندي الساعه 5:04:30 خصني نكون ضروري انه مخلصه كل اشي، لانه الساعه 5:30 بروح بجيب بنتي من المدرسه. غير بجيبها بروح على طول احضر يعني الطاوله، يعني 7:30 هاي يضل الشغلات الثانويه اللي بحطها. وخلص يعني الساعة 7:10 كنبدا نسخن. بيت ما خلاص إلا كان إشي في الفرن عادي مو مشكلة لآخر لحظة. مين اللي بيكون زيي؟ نور عني. بنتي بقول لها ما تاكلين قدام اخوكي لانه صايم. الله يتقبل ويفرح الوليدات كاملين. بصراحه انا بالنسبه لابني ما بحب اضغط عليه لانه شويه تعبان، وتعرفوا انه الواحد اللي بيكون مريض بالكلى شويه صعب عليه. بس هو حب، تنقول اليوم بكره اليوم بكره. مهم اليوم كتب الله وصام. ضلوا بس ساعه كنقول لها ما تاكلين قدام اخوكي. وهيك حبايبي، وان شاء الله راح اشاركهم وياكم كمان. غير عشان مساله الوقت ما عنديش بصراحه بيجون زي الطعم بتاع القراشل بين قوسين بتاع المغرب طبعا، وخفاف وهشاش زي كرواسون زي هذا. غير كندهنوهم من الفوق وكنديروا بحال شكل ديال البيضه، ونديروا عليهم السوسام او الحبه السوداء. حبايبي بالنسبه للسلطه، السلطه عادي سويتها طبعا مع ليمون وملح وشو اسمه ودبس الرمان. اخر شيء بنسمها بالنعناع الناشف، بتيجي كثير طيبه وكثير زاكيه. وبالنسبه للدجاج اخر شيء لما اطلعه راح انسمه بالزعتر، بيجي كثير طيب. ان شاء الله راح اسوي لكم فيديو خاص بس تتبيله نتاع الدجاج. هاي بيتزولا اللي بسويه في الفرن بيجي يعني خطير خطير كانك بتاكليه برا. المهم بالنسبه للنعناع، انا كان جاني بصراحه من لبنان، وتعرفون اللبنانيين خطرين في هاي الشغلات. والزعتر كمان بتاعهم. بحضر بشويش عليا لانه لازمني احضر كل اشي. بعدين بنفطر على راحتنا. بعدها بجمع الطاولة، وهاي لازمني اجلس مع بنتي عشان الواجبات بتاعها. وبهيك يعني بعدين شاي او قهوة مع حلا وخلاص لغاية وقت السحور. انا ما عنديش العشاء بصراحة. بالنسبة للعشاء كنحط الفاكهة حدايا ونوع من الحلو اللي اذا سويت يعني.
وخلاص يعني ما كنكترش. يعني مثلا البارح بالنسبه لي انا من الفطور بعدها اخذت فاكهه، يعني من الساعه واحدة عن جد يمكن شربت مي على الساعة تنتين، تنتين ونص خلاص ونمت، لأنه بصحى من وقت. بحضر المنظر هيك إشعال خفيف، وكمان ما بيقدر ياكل كتير في السحور. بس بالنسبة للفطور ضروري يا إما يكون رز أو يكون برغل أو يكون عندي شي دجاج أو لحم أو مرق أو شي ضروري، من غير الحلويات أو شي. وخلاص من حيث يعني على هذا الشكل وخلاص. بالنسبه للمشاوي بصراحه اذا كنت حسوي بيتزولا، بعض المرات بسوي شو اسمه بطاطا مهروسه. بس عشان عمهم جاي سويت البرغل، هو البطاطا ما راح ياكلها، لانه بصراحه راه صعب الواحد بالاخص في رمضان ويكون الواحد تعبان يعني في البيت. الله يشافي الجميع بصراحه يعني. لازم اللي ما بياكل الحلو واللي هاي، وبالاخص السكر خطيه طلع عنده، يعني صعبة شوي. عشان هيك سويت له برغل. حتى الرز منع عليه الدكتور. بالنسبة للبطاطا هو خلاص ما راح ياكلها. المهم سويتها للاولاد انا وزوجي، ما عندي مشكل لا البطاطا ولا رز او برغل، ما عندناش المشكل نهائيا الحمد لله والشكر. المهم اسوي البيوري بتاعنا وخلاص يعني. بالنسبه للبطاطا بيوري بتاعنا بس ملح وفلفل والجبن والحليب وخلاص كنمعسوها مزيان وخلاص خليها على جنب. وقت الإفطار بصراحة بسرعة بيمر الوقت، من الساعة 5:30 للساعة 7:30 طيارة. هون حبايبي بس حيتحمر شوية. طبعا آخر شي راح أسوي النكهة بتاع الزعتر. وهون حبايبي نسمته انا هون بالزعتر، بقى لي شويه نتاع الصوص سويته هيك من فوق. خلاص راح اخليه يتحمر. طبعا من تحت راه تحمر، هسه بس فوق يعني يضل تقريبا على الفطور شي ربع ساعه او اقل، خلاص حيكون جاهز. وزي ما بتشوفون حبايبي خلاص هذا هو، راح اطفيه هسه. وبهيك حبايبي الاطباق ديالنا هو بالبطاطا بوري، وخلاص هون مع السلطه والبرغل والدجاج بتاعنا مشوي. بصراحه كتير طيب وكتير زاكي. كنتمنى انه ينال الاعجاب بتاعكم بسرعه وعلى السريع. بالنسبه للدجاج راح اسوي فيديو زي ما حكيت، بس بتاع التتبيله بتاع الدجاج. وصيام مقبول حبايبي. انا راح حطيت لهم، راه أدنت بشي ثانية. هذا الأولاد وخلاص راني حطيت لهم هناك.